صباح الخير. النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة سهلة وبسيطة للكاتشب في 5 دقايق. بس قبل ما نبدأ في الوصفة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتدعموني، لأن دعمكم دوت بيشجعني ويفرحني إن أعمل لكم وصفات جديدة. يلا نبدأ بالمقادير. جبنا هنا حلة متوسطة حطيناها على النار، وفي الشفشق ضربنا حوالي 5 طماطميات أو ربع كيلو من الطماطم. حابة تصفيها من القشر بتاعها تمام، مفيش مشكلة. مش حابة براحتك، انا عملتها بالقشر بتاعها ودايما بعملها بالطريقة دي وصراحة بتبقى حلوة. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك وهنفتح عليها كل شوية نقلبها عشان ما تتلسعش مننا. اهم حاجة ان هي ما تتسبكش قوي، يكون فيها شوية مية صغيرين عشان هنحط عليها بقى التوابل والمكونات بتاعتنا كلنا. هنا كنت بوريكم ان هي بدأت تتسبك شوية. بعد كده هنا بقى خلاص كانت وصلت لل التسبيكة اللي احنا حابينها اهي، متسبكة بس فيها شوية مية. دلوقتي بقى هنجهز التوابل بتاعتنا. هنا هنحط نص معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من الملح، والسر في الكاتشب هو القرنفل. عندك توم بودر وبصل بودر حطيهم مفيش مشكلة، انا ما كانش عندي فحطيت التوابل دي بس، وهي نفس الطعم وحلوة جدا. هنا بقى بنقلبها كويس عشان ندوب التوابل. اهم حاجة في الوصفة دي القرنفل، ولما تحطي التوابل والقرنفل تسيبيها دقيقة كده في الصلصة بحيث ان هما يبدأوا يدوبوا قوي ويدوا الطعم والريحة في الصلصة. بس القرنفل هو السر في الوصفة دي. هنا معانا معلقة كبيرة من السكر، انتوا حابين تحطوا اقل من معلقة بحيث ان انتوا تشوفوا الطعم الاول مظبوط بالنسبة لكم ولا لا. هو عامة الكاتشب اللي بره بيبقى مسكر، بس انتوا حابين بقى يكون مسكر مش مسكر ده يرجع لكم. هنا حطينا السكر هندوبه كويس قوي بحيث انه ما يكونش ظاهر او باين. بعد ما حطيناه هنحط عليه ربع كوباية من الخل، وحطينا بقى الخل هنقلب كله مع بعض كويس قوي. هنسيبهم على النار يغلوا غلوة، وعلى ما يغلي الكاتشب هنكون مجهزين ربع كوباية من المية عليها معلقة صغيرة من النشا. نقلبهم كويس قوي مع بعض بحيث ان النشا ما يكتلش ولا يكلكع. بعد كده هننزل بيهم على الكاتشب بنقلبهم كويس قوي، وبعد ما قلبنا كويس بنسيبها بقى تغلي لمدة دقيقتين عشان يتقل ويتماسك كده مع بعض. وفي الاخر هنشوف النتيجة عاملة ازاي، بجد هتدوقوا احلى كاتشب ممكن تعملوه. هنا بقى شكله النهائي بعد ما خلصنا عمايله وتقل كده وبقى حاجة حلوة ومسكرة. بجد طعمه حلو قوي قوي، سواء بقى عاملة كريب عاملة فراخ مشوية، حتى لو عاملة لحمة متحمرة. بجد الصوصات دي بتفرق قوي